انا عايزك تتخيل كده ان انت بتشتغل في مكان او رايح مكان شغلك، وكل يوم بتعدي على مجتمع ريفي او مزرعة، والمزرعة دي مليانة بقر. في الفيديو ده هنقول كلمة بقر كتير. المزرعة دي مليانة بقر، وانت كل يوم رايح شغلك عينك بتلمح المزرعة دي، وانت وراجع من شغلك برضو عينك بتلمح المزرعة دي. قلنا المزرعة مليانة ايه؟ مليانة بقر. فانت بعد فترة كده من الزمن معدي فجأة، وعينك خلاص حفظت المنظر وكده، اتعودت عليه. جيت في مرة من المرات لقيت بقرة لونها بنفسجي في وسط البقر. فانت بدل ما كل يوم بتعدي ورايح جاي وعينك حفظت الموضوع، جيت النهاردة رحت واقف، ايه ده؟ بقرة لونها بنفسجي؟ خلت الموضوع شد انتباهك لدرجة انك قعدت تفكر فيه ازاي بقرة لونها بنفسجي، وقعدت تتفرج عليها كده لحد ما اختفت من قدامك. موضوعنا النهاردة هنتكلم عن البقرة البنفسجية. لو عايز تعرف ايه هي البقرة البنفسجية وبتعمل ايه، اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا. يلا بينا نعرف حكاية البقرة البنفسجية. الحقيقة ان مجال التسويق بيتطور من حوالينا بشكل كبير جدا، والكتاب اللي معانا النهاردة اسمه بيربل كاو او البقرة البنفسجية للكاتب سيث جودن. بيشرح لنا وبيلخص لنا التسويق كده بطريقة بسيطة جدا وممتعة. هو بيقول لنا ان التسويق بيمر على 3 عصور، اللي هو عصر ما قبل الإعلانات، وعصر الإعلانات نفسه، وما بعد الإعلانات. العصر اللي قبل الإعلانات ده كان بيعتمد الشركات والمنتجات في التسويق على التسويق الشفوي، اللي هو انت مثلا اشتريت منتج معين، فبيحاول يرضي العميل على قد ما يقدر في المنتج ده وفي إمكانياته علشان العميل يسوق للمنتج. يعني حضرتك اشتريت حاجة فتقول لجارك لقريبك أنا اشتريت الموبايل ده أو أنا اشتريت التلاجة دي نوعها كويس جدا، فبالتالي قريبك أو جارك هيروح يشتري نفس النوع. ده كان قبل الإعلانات. عصر الإعلانات التسويق بيعتمد فيه على التسويق التقليدي، اللي هو الشركة بتعمل المنتجات بتاعتها وتطلع تعمل عليها إعلانات في كل حتة بتكاليف عالية جدا علشان تعرف توصل المنتج للناس، وده خد وقت كبير وكان ناجح في وقته. لكن العصر اللي احنا فيه دلوقتي زي ما تقول عصر الإعلانات ما بقاش بيجيب مع الناس بقت بتمل وبتكره الإعلانات لدرجة ان هي ممكن ما بتكملش الإعلان نفسه. العصر دلوقتي اللي هو ما بعد الإعلانات بيسمى بعصر التقليد، إن الشركات كلها بقت بتقلد بعض. كل الشركات مثلا منتج معين تلاقي بنفس المواصفات هنا وهنا وهنا، بأغلبيتها بنفس المواصفات. فالكاتب سيث جودن هنا في الكتاب البقرة البنفسجية بيوصف الشركات كلهم أكنهم مجموعة أبقار أو مجموعة من البقر، أو المنتجات بتاعتهم في السوق مالية السوق عبارة عن مجموعة كبيرة من البقر. فازاي انت وفي شركتك تخلي المنتج بتاعك في السوق بقرة بنفسجية؟ يعني ايه بقرة بنفسجية؟ زي ما قلنا في المقدمة، انك تبقى ملفت للانتباه، تبقى بقرة بنفسجية في وسط المنتجات كلها. وهنا الكاتب بيعلمنا ازاي نخلي المنتج بتاعنا بقرة بنفسجية في وسط المنتجات، وده عن طريق 3 حاجات مهمة لازم تتعامل مع بعض. أول حاجة منهم taking risks، لازم تاخد المخاطر. يعني إيه أخد المخاطر؟ يعني خلي المنتج بتاعك استثنائي، تخلي المنتج بتاعك استثنائي ومختلف. وده على فكرة مش بيبدأ من التسويق، ده بيبدأ من الفكرة. وأول ما أنت تعمل الفكرة بتاعت المنتج بتاعك لازما هتعمل لها تصميم أو ديزاين، لازما التصميم أو الديزاين يتوافق مع التسويق. فبيقول لك لازما الراجل المسؤول عن الديزاين للمنتج أو التصميم اللي أنت هتنزله السوق لازما يبقى يتوافق مع فريق التسويق اللي هيسوق بعد كده. يعني التسويق مش بيبدأ مع نزول المنتج السوق، لا، التسويق بيبدأ من الفكرة والتصميم، علشان ده بيساعد على انتشار المنتج
بشكل كبير جدا. هناخد مثال صغير في الكلام ده اللي هي شركة أمازون. شركة أمازون أول شركة تخترع أو تعمل حاجة استثنائية إنك ممكن تشتري كتاب أونلاين، وهي أول شركة عملت قارئ إلكتروني كيندل. فبيقولك إن شركة أمازون باللي عملته ده كانت زي بقرة بنفسجية في سوق الكتب، هي اللي كانت مسمعة في سوق الكتب على الأونلاين والقارئ الإلكتروني. تاني حاجة معانا في الكتاب هي Market to the right people، أو بيقولك يعني سوق للناس الصح أو المستخدمين اللي هيعلوا المنتج بتاعك في الأول. بيقولك إن في ناس اسمهم المتبنون الأوائل أو early adopters. الناس دي هي اللي بتحب تجرب كل حاجة جديدة، واللي بتعتمد عليهم الشركات في إنتاج المنتجات وبتاخد المخاطرة على أساسهم. دول أول حاجة بيشتروا المنتج من الشركات أول حاجة في السوق، بعد كده المنتج بيوصل للأغلبية العظمى اللي هي برضو بتعلي مبيعات الشركة في المنتج ده، لكن الأساس بيبقى market to the right people، لحد بعد كده المنتج بيوصل لكل الناس في المجتمع. وهنا ممكن ناخد مثال على كاميرا كانون 70D. الكاميرا دي لما نزلت السوق لقيناها اتباعت بشكل كبير جدا، وده علشان واحد من المستخدمين الأوائل كان مشهور جدا طلع اتكلم عن الكاميرا وقال ان هي كاميرا ليها مميزات كتير وحلوة يا ريت تشتروها وكده، وقعد يتكلم كلام حلو قوي عن الكاميرا. فلقينا الكاميرا مبيعاتها زادت جدا في السوق وبقت عاملة زي البقرة البنفسجية في سوق الكاميرات. ودي حاجة اسمها word of the mouth marketing اللي هو التسويق الشفوي. كل ما التسويق الشفوي زاد عن المنتج بنلاقي مبيعات المنتج ده زادت والمنتج انتشر بشكل كبير جدا. رقم 3 use a simple slogan، يعني استخدم شعار بسيط او خلي اللوجو بتاع شركتك او بتاع المنتج اللي انت هتنزله السوق خليه شعار بسيط زي شركة نايكي كده just do it، يعني خليك نشيط دايما واكتف. طب نايكي ليه اختارت الشعار ده بالذات؟ لانه مناسب جدا ليها، لان اصلا شركة نايكي عبارة عن منتجات رياضية، فخليك نشيط خليك اكتف. فكل ما يكون الشعار بتاعك بسيط بيخلي المنتج بتاعك يوصل للناس بكل سهولة. وطبعا في حاجة كل المسوقين او كل قطاع التسويق بيتفق عليها، وهي الماركتينج ميكس او المزيج التسويقي، وده بيتكون من 7B، يعني 7 حاجات بيبدأوا بحرف البي مع بعض كده. وهم ايه بقى؟ هم البرودكت، البروموشن، البرايس، البليس، بيبل، بروسيس، فيزيكال ايفيدنس. البرودكت اللي هو المنتج والعروض والسعر والمكان والمستهلك وعملية البيع، دي كانت أهم حاجة. وتلخيص الكتاب كده اللي معانا النهاردة ذا بير بالكاو أو البقرة البنفسجية بيقول لنا إن زمن الإعلانات خلاص ما بقاش ليه أي لازمة، وإن دلوقتي لازم نطبق 3 حاجات مهمة. هما أول حاجة taking risks اللي هي خد المخاطرة وخليك استثنائي، اعمل منتج مميز. تاني حاجة market to the right people، يعني سوق للناس الصح. تالت حاجة وهي use a simple slogan، يعني اختار شعار بسيط ومناسب للمنتج اللي انت هتقدمه للسوق. لو انت عملت ال3 حاجات دول وطبقتهم على المنتج بتاعك، المنتج هينتشر بشكل حلو جدا وهيكون مميز زي البقرة البنفسجية لما تكون مميزة في وسط بقية البقر. كده المنتج بتاعك هيكون بقرة بنفسجية. لو عجبك الكتاب واستفدت منه واستفدت من الفيديو بتاعنا، اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا. أنا بشوي أفلامين عكس التيار.